بنتي الجميلة، ازيك عاملة ايه؟ نورت حياتنا ونورت بيتنا ونورت الدنيا كلها. تعبتينا والله قوي على ما جيتي. تعبت ماما قوي، بس مش مشكلة. لما كانت ماما حامل فيكي كنت مشتاق قوي ان انا اشوفك. كنت عايز اشوف وارثة مني ايه، واخدة مني ايه، شبهها اكتر ولا شبه والدتك. اي نعم انت جيتي قبل ميعادك بفترة، بس زي ما كنت عارفة ان انا مشتاق ان انا اشوفك قوي. ان شاء الله لما تكبري وتشوفي الفيديو ده تعرف انا بحبك قد ايه. عشان المناسبة دي رسالة لكل واحد ما بيحبش خلفة البنات. طوبى لمن رزقه الله ببنت. ففي البنات القوة والحنية وتحمل المسؤولية والجمال وكل حاجة حلوة، فهن المؤنسات الغاليات. لازم دايما تقرب من ولادك. بنتك تقدم لها نصايح في كل حاجة. ممكن تغلط، ما تزعقلهاش، ما تضربهاش بكرر تاني، ما تضربهاش. لو ضربتها انت كده بتمحي شخصيتها. ما بتخليش عندها القدرة انها تحكي لك حاجة بعد كده تخاف منك وما تتكلمش معاك. خلي كلامك يبقى ايجابي عنها. شخصيتها وطريقتها واسلوبها كل ده بيخليها ترسم صورة ايجابية في عقلها لشخصيتها هي، لان شخصيتها بتنعكس من اسلوبك معاها. لازم تخليها تعتمد على نفسها بس بالتدريج. حاجه صغيره الاول، بعد كده كبيره شويه، بعد كده اكبر شويه، لحد ما تخليها تتحمل مسؤوليه البيت كله. دورك انت كأب، البنت القويه من جواها هي اللي والدها بيسمع لها، بيشجعها وبيقدم لها النصايح بتاعته. انت عندك خبره معيش عندها. لازم تخلي من وقتك لاولادك سواء بنات او ولاد. مش كل ما يجوا يكلموك في حاجه انا مش فاضي، انا ورايا شغل. هم مالهمش ذنب ان هم يسمعوا الكلام ده كله. ماشي انت بتشتغل وكل حاجة، هو انت هتكون مشغول اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول في الدعوة، كان مشغول في الغزوات، كان مشغول في قيام الليل، كان مشغول بالوحي، وبرضه كان بيلاقي الوقت اللي يقعد فيه مع اهل بيته، زوجاته وبناته. وبمناسبة بقى ان احنا اتكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتعالى نفتح مع بعض الصيدلية المحمدية علشان نشوف العلاج بتاعنا من النبي صلى الله عليه وسلم، ونعالج الأمة بتاعتنا من القسوة على أولادنا. في عز ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغول في كل ده، كان بيلاقي الوقت إنه يدلع بنته السيدة فاطمة. لما كانت تدخل عليه في المجلس كان بيقف احتراما لها ولما في قلبه من حب الله. وروت الكلام ده السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها. مش يقعد كده ويمد لها إيده، بوسي إيدي يا بنتي، لا، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الأمة كان بيقف لبنته يقبلها ويحتضنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إليها قامت إليه واحتضنته وقبلته وأجلسته بجانبه. الاحترام متبادل، مش كل ما تيجي سيرتك يوه ما تفتكرنا سيرة عادلة بقى، لا، وكمان يعيطوا من قسوتك عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب السيدة فاطمة بأم أبيها، مزيد من الحب والتودد له. خلي معاك دايما روشتة محمدية تتعامل بيها مع الناس كلها، مش ولادك بس. صدقني حياتك هتتغير.